كان طفل جميل بريء اسمه يوسف عليه السلام. ربنا أعطاه نعمة الحسن والعقل والرؤية الصادقة، بس للأسف كان عنده إخوة الغيرة كانت مالية قلبهم. شافوا حب أبوهم ليه فقرروا يتخلصوا منه. في يوم قالوا له يلا نلعب في الصحراء. خدوه بعيد وقرروا يرموه في بئر مظلم وسيبوه لوحده، طفل صغير في بطن الأرض، السما فوقه والمية تحته والصمت حواليه. بس كان قلبه ثابت، عارف إن ربنا مش هيسيب عبد مظلوم. مر قافلة وراحوا يسحبوا دلو المية، لقوا يوسف متعلق فيه. باعوه كعبده في مصر، وفي بيت العزيز بدأ فصل جديد. كبر يوسف وتعرض لفتنة عظيمة، لكنه قال كلمته المشهورة: ربي السجن أحب إلي، واختار السجن على المعصية. وفي السجن نفسه ما انكسرتش، فضل يساعد الناس، يفسر الأحلام ويصبر، لحد ما جه يوم حلم الملك نفسه احتاج تفسير. يوسف فسر الحلم بدقة وتأكدوا إنه راجل حكيم. خرج من السجن متطهر مكرم، وبقى هو اللي ماسك خزائن مصر. واللي رموه في البئر جهوله مذلولين، بس يوسف ما انتعمش، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم، وسامحهم لأن قلبه كبير. القصة دي بتفكرنا إن الظلم مش نهاية، والحزن مش آخر الطريق. اللي معاه ربنا حتى لو نزل البئر هيتطلع ملك. كون لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لنا في الكومنتات إيه أكتر حاجة لمست قلبك.